أنا لم أكن آخذ المباريات بجدية، كنت سآخذها مباراة للمزاح وغيرها، ولكن هاتوا المغرب هاتوا المغرب هاتوا المغرب. ستندمون غدا، ستندمون غدا، ستندمون. من عندنا من السعودية هنا، غدا سنسحقكم، غدا لا رحمة ولا شفقة، لا رحمة ولا شفقة. إذا فزنا سأهايط عليكم وسأبقى أكرر أهداف الفوز وسأبقى أسخر منكم البت كله، وإذا خسرنا هايطوا كما تريدون. اشوف باش نكونوا فاهمين، راه غدا ان شاء الله خصو يتغلب داك الماتش، ماشي خصو غير ما يتغلبش، خصو يتغلب. اسيدي ما تجيبوا الناس الكاس وجيبوا لنا الماتش تاع غدا، غير شوفوا كي ديروا. والله سيكوا صعب شنو يا اخوان. ايه يا ودي واش خرج بهم يا ود. احنا فرحنا لكم المغاربه، وصلتوا للربع النهائي كاس العالم، احنا فرحنا لكم المغاربه، ديتو كدا. احنا التوفيق كيديروا له العرب، هذا دليل على انه الكاس بينا العرب اللي اكبر منافقين. سيكوا صعب شنو يا اخوان. سمعوا معايا شكون ولا يهضر علينا. المنتخب المغربي لن تتأهل إلى الدور القادم إلا بأمر السعودي، لن تتأهل إلا بأمر السعودي، ولكن نحن لن ندعكم تتأهلون للدور القادم. نحن راح نختار عمان تتأهل معنا. ديما مغرب. سمعتوا شكون ولا يهضر علينا بسبب الاداء المتواضع ديال المنتخب المغربي في هذه البطوله؟ من هب ودب ولا يهضر على المنتخب المغربي، ولكن باش يبقاو يهضروا عليك هادو اللي يلاه بانوا، يلاه بداو يبانوا شويه في الكره. باش نكونوا واقعيين، باش تجي تقارن بين المستوى ديال لافريك والمستوى ديال اسيا وخصوصا الخليج السعوديه عمان، تخيل انهم لاعبين بالمنتخب الاول وبالرغم من هذا الشيء ما يوصلوش للمنتخبات العربيه الافريقيه. المنتخبات العربيه الافريقيه كاع لاعبين بالدوزيام ايكيب والتروازيام ايكيب، تونس، الجزائر، المغرب، مصر، هما لاعبين بالمنتخب الاول. وزعما قال لك هذا هو اللي غادي، هما اللي غادي يقرروا واش المغرب تاهل ولا ما تاهلش. هذا الشيء علاش خص المغرب تغلب في هذا الماتش الثالث باي طريقه، خصها تغلب وتاهل هي الاولى في الصداره. نتوما حسب الراي ديالكم واش المغرب قادره باش تغلب السعوديه وتفوت في المركز الاول؟ كتبوا لي في التعليقات. في اخبار كاسيسكيتي ويلي المنتخب المغربي خسر بواحد امام السعوديه، وعمان فازت على جزر القمر ب2-0، وغادي نتقسموا من كاس العرب. الا تقسينا غير سي دبر على شي بريكول تما في قطر، سير للسيليه ولا سير للوكره، دبر في شي بريكول تما وبخا، لان بلا ما ترجع للمغرب الكارير ديالك كله ضربتيها في الزيرو. الاولمبيات ولا ايضا كاس افريقيا اللي توجتي بها مع المحليه ضربتيهم في الزيرو كامل بديك باك صاحبي اللي درتي في المنتخب دابا المحلي اللي يلعب كاس العرب. ربي دابا واش تزحزحوا حريمات والمساوي يلعبوا كره في المنتخب المحلي، وكتحس بهم بحال ديك الحلمه ديال العصر اللي كتبغي تجري وما كتقدرش، بحال هكا كتحس بالكره الا كانت عندهم بحال لاعبين في الغيس. هادو لعابه والله ما يلعبوا. ديك باك صاحبي خرجت على المنتخب دابا، ودابا بقى لك ماتش مصيري ممكن انك تقسى منه، وفي اخر المطاف بلا ما تجي تقول لي لا ما تدربناش مزيان بحال الفراقي ولا شي حاجه، خرجتي على السمعه ديال الكره المغربيه اللي بناها المنتخبات ديال المغرب كاملين في السنوات الاخيره، رغم انك كنتي جزء منها ولكن خورتيها في هذا كاس العرب. هذا ما كانش عليك انك تعيط بزاف ديال اللعابه، لان كاينين بزاف ديال اللعابه في المغرب واعرين على اللعابه اللي ديتي بما تحمل الكلمه معنا، وكتحمل المسؤوليه ديال اي نتيجه وقعت في هذا كاس العرب هذا، باش تخلي السواعد يبقى يضحكوا علينا يقول لك هاتوا المغرب هات. في اخر ايامات الكره المغربيه ولاو السواعد بغاو انهم يواجهونا باش يغلبونا بالسبب ديالك. المنتخب المغربي لن تتأهل إلى الدور القادم إلا بأمر السعودي، لن تتأهل إلا بأمر السعودي، ولكن نحن لن ندعكم تتأهلون للدور القادم. نحن راح نختار عمان تتأهل معنا. ديما مغرب لن تتأهلون. لا مسكين ما تخبروش بلي المنتخب المغربي جايبين منتخب الرديف، ماشي المنتخب الثاني ولا الثالث، منتخب الرديف. سير قلب عليه وتعطيك المعنى. راه ملي غادي تدخل الماتش ديال السعوديه تلقى منتخب الرديف لاعب ضد المنتخب الاول. هذه عيب، هذه اصلا عيب. هتقول لي علاش ما جبتوش المنتخب الاول؟ راه نخافوا الفيفا تعاقبنا، حيت اخر ماتش ضد المنتخب السعودي الاول ضد المنتخب المغربي الاول عطيناكم 13-1. وحشومه ماشي نجيب لك انا اناحي اللي الريال ما شداتوش يلعب مع
كاس العرب ما تقد حتى واحد يشدو. حشومه نجيب لك اناحي ونجيب لك دياز ونجيب لك زياش ونجيب لك بزلزولي ونجيب لك حكيمي ونجيب لك مزراوي وبونو. نتوما في البطوله ما مقادينش تماركيو عليه، عاد نجيب لك تماركي عليه في المنتخب، ما يمكنش. هذه حشومه، عيب. حنا كنلعبوا معاكم قد المستوى، جبنا لكم منتخب الرديف اللي كيلعبوا غير في البطوله المغربيه يديو هذه البطوله. صافي غير هما يديوها. ونهار الماتش ديال السعوديه والمغرب ياك سكيتي وبهاد اللعيبيه اللي جايبهم، هاد الشيبانيه اللي جايبهم، وهاد الناس هاد التلالج اللي جايب، وغادي يعطيكم 3-0 اونبورتي بالفريد ديالها. السلام عليكم. جينا باش نردوا على هاد خينا هذا، نسمعوا بعدا شنو قال باش عاد نجاوبوه. المنتخب المغربي لن تتأهل إلى الدور القادم إلا بأمر السعودي. لن تتأهل إلا بأمر السعودي، ولكن نحن لن ندعكم تتأهلون للدور القادم. نحن راح نختار عمان تتأهل معنا. ديما مغرب لن تتأهلون. سمعتوا اش قال؟ هذا راه غير واحد اللي خرج تعبر على الشعور السيء ديالو، لحقاش ما كنظنش السواعده تبارك الله عارفين شكون هو المنتخب المغربي، وعارفين الحمد لله في الخمس سنوات الاخيره شنو درنا في جميع المستويات في جميع الفئات، شكون هو المغرب. يعني ما نحتاجوش نردوا عليه دابا، غنخليوه ان شاء الله حتى النهار الاثنين مع 6:30 وغنردوا عليه في التيران، حتى هو ما يحتاجش يعد براسو. عندك نسى، خليك في الموعد. السلام عليكم. سبحان الله مبدل الاحوال اخوان. ولاو السعوديه كيهضروا علينا، كيقولوا للعمانيين نتوما غير ربحوا الماتش، حنا الماتش نتاع اليوم على حسابنا المغرب غادي نقصيوه باش نتوما تطلعوا، بحال اللي معوش درنا حنايا في هاد السعوديين هادو. سيكواس عاوتاني يا اخوان، سيكواس والله الا هاد كاس العربي لا مليح، عرفنا شي حوايج كانوا مدفونين. والمشكله هاد السعوديين لاعبين بالمنتخب الكبير ديالهم ولا حشمه لاحيه كيتقارنوا معنا. راه الا مشى الركراكي صيفط ديالو راه غادي نديرو فيكم شي فضيحه كحله. سيكواس عاوتاني يا اخوان، سيكواس. انا ما فهمتش هاد الناس هادو واش درنا فيهم حتى راهم شادين علينا لهاد الدرجه هادي. اسمع ايش فاروق يقول. عندنا من السعوديه هنا غدا سنسحقكم. ايش غدا لا رحمه ولا شفقه. طيب المباراة هذه حتروح اليوم بإذن الله يا اخوان، راح نفوز. على راسي حبايبي اهل المغرب، لكن اليوم ما راح تفوزوا. اليوم بإذن الله المنتخب راح يفوز، ولا تستفز الاخضر. شفت ايش صار في الارجنتين وميسي وجماعته؟ لا تنسى تضغط المتابعة لانك حترجع لهذا المقطع واحنا فايزين 2-0 ومتصدرين المجموعة. المغاربه ما بقاوش باغيين يربحوا هذا كاس العالم. اللي مغربي يوقف في هذا الفيديو حتى يسمع ليه. انا كنطالب من طارق السكيتيوي يلعب باحسن تشكيله ديالو ضد المنتخب السعودي. حنا بغينا السعوديه نربحوها ب4 ولا 3. المهم اسكتوا حين تغاو علينا بزاف. واحد خارج كيقول لك الا بغات المغرب دوز للدور الثاني خصها تاخذ الاذن منا، واحد حتى هو خارج كيقول لك جيبوا المغرب. راه تغاو علينا هاد الناس هاد. صافي هادشي اللي بغيتو، يلا تفرجوا. المنتخب المغربي لن تتأهل إلى الدور القادم إلا بأمر السعودي. لن تتأهل إلا بأمر السعودي، ولكن نحن لن ندعكم تتأهلون للدور القادم. نحن راح نختار عمان تتأهل معنا. ديما مغرب لن تتأهلون، ستغادرون البطولة يا مغاربة. هاتوا المغرب هيا تعال، هيا اسبانيا، هاتوا اسبانيا، هيا تعال يا مغربي، هيا تعال يا مغربي. والله اذا ما كسرناكم حنا مو رجال، اقسم بالله. المنتخب المغربي لن تتأهل إلى الدور القادم إلا بأمر السعودي. لن تتأهل إلا بأمر السعودي، ولكن نحن لن ندعكم تتأهلون للدور القادم. نحن راح نختار عمان تتأهل معنا. ديما مغرب لن تتأهلون، ستغادرون البطولة يا مغاربة. ما فهمناش وش بيه هذا. قلت لكم غير جوارين لا ولا ما قلت لكمش؟ مغاربة لو كان ما تربحوهم كاش 3 ولا 4 كيما قالوا بالليل هذا تاع الرز والدجاج. قال لك نخيروا منتخب عمان يطلع معنا، انتم اللي تخيروا. شوف شفتوا كيفاه، شفتوا وين وصلنا دوك. قلت لكم غير جوارين لا ولا ما قلت لكمش؟ ما لازم كل يوم نعاود لكم فيديو غير جوارين لا غير جوارين لا. قلت لكم غير جوارين لا. كش مرة مكثر هذا خوتنا، كش مرة ضارب. قال لك نخيروا منتخب عمان يطلع والمنتخب المغربي يودي البطولة. هكذا ربحوا خطرة الارجنتين، حسبت لهم هذيك هي.
زيدوا قولوا لنا نتوما واش بها، تبان لكش ما راه ضارب باكش ما راه ماكل هذا ودارتي عليه. بالنسبه للسواعد اللي كيتحلفوا علينا وكيقولوا هاتوا المغرب هاتوا المغرب، ما تنساوش هاد القتله اللي كنتو كليتو معنا. كنا ضربناكم ب 13 واحد، ما كرهتوش تمسحوها من التاريخ، ولكن التاريخ لا يرحم. الفيديو اللي شفتو عاد دابا هو الترند ديال مواقع التواصل الاجتماعي هاد الايام هذا، بحيث ان الجماهير السعوديه كتوعد المنتخب المغربي انها غادي تفوز عليه في المقابله اللي كتجمع المنتخب المغربي ضد المنتخب السعودي. وهاد الشعارات كيقولوا الجماهير السعوديه ماشي تقليل كما كيروجوا اصحاب المحتويات الاخرين باش انهم يزرعوا الفشل بين الشعوب، بل هي فيها نوع من التحدي للمنتخب المغربي، وحنايا المغاربه عزيز علينا التحدي. هذاك الشيء علاش غادي نقول لكم الجماهير السعوديه مع كل احتراماتي لكم، الميدان حميدان. قلت لكم دابا باللغه العربيه باش تفهموني، يعني نهار الماتش غادي نعرفوا شكون اللي كاين وشكون اللي ما كاين. وهذا النوع ديال التحديات هو مزيان لينا صراحه. عرفتوا علاش الدراري؟ حيت اللاعبين غيوعوا بالمسؤوليه، حيت اللاعبين عندهم تليفونات وكيدخلوا يشوفوا مواقع التواصل الاجتماعي وغيشوفوا كل شيء، يعني غيتحملوا المسؤوليه. وكان اللاعب غيعطي 5% غيعطي 100% بالتوفيق المنتخب المغربي. والله لا عالم هاد الصحافه السعوديه سولوا اللاعب ديال المنتخب المغربي مفيد، قالوا له واش راك خايف من سالم الدوساري. سالم الدوساري هذا اللاعب هو اللي كان مشى لواحد الفريق متواضع في الدوري الاسباني وما قدرش ينجح. مفيد غير في هذا الصيف لعب ضد دوكو وضد فودين وضد اللعابه ديال اليوفي كونسيسا وفلاهوفيتش، وما خافش وغادي يخاف من سالم الدوساري. وواحد الحاجه بانت لي في هذا الاعلام السعودي والجمهور، يبان لي فيهم بزاف ديال لافونس، كيهضروا بزاف، ولكن ان شاء الله الهضره غادي تكون في الميدان. غدا ان شاء الله المنتخب المغربي غادي يكتسح السعوديه وغادي يدوز في الصداره ان شاء الله. اتوقع النتيجه 2-0 للمنتخب السعودي. اتوقع نتيجه تعادل ب 1-1. السعوديه 1 المغرب 2. طيب للاسف الشديد توقع النتيجه بكره. توقع نتيجه المباراه 1-1. 3-2 السعوديه باذن الله. 2-1. والله ان شاء الله اتمناها للمنتخب السعودي 3-1. جيبوا لنا المغرب، جيبوا لنا المغرب. المغرب لن تصعد الا بقرار او فرمان سعودي. هذه هي كانت هتافات الجماهير السعوديه واستفزازها للجماهير المغربيه، او بالاحرى للاعبين المنتخب الوطني المغربي. فيا ترى هيردوا اللاعبين في الملعب ولا هيكون لسه وعده؟ كلمة أخرى في نهاية اللقاء. خلونا مع بعض نترقب ونشوف نتيجة مباراة المغرب السعودية بعد هذا الكم الهائل من الهتافات والاستفزازات السعودية للجماهير المغربية وللاعبين أيضا وللمنتخب المغربي. يلا بينا نشوف مين اللي هيسقف ومين اللي هيضحك في الآخر. ايوه اهو ده الكلام، اهو ده الكلام. ايوه كده شكلها فيها تعادل دي، خدها من اخوك، شكلها فيها تعادل. مش تعادل؟ لا تعادل، خدها مني. مش عرفني من ضمن التوقعات اللي انتوا توقعتوه من ضمنها. ها واخد بالك انت؟ المباراة مش سهلة ولكن يعني طبعا يا اخوان صدفة حصلنا مشجع مغربي معانا في الفندق بالصدفة. ايش حاب تقول؟ حاب اقول له لا جاء وقت مصامخ الروس ستعرف من كبير العرب، والخوف واضح مع المشجع المغربي. والله يا اخي والله بتحلموا، والله جيناكم منتخب الرديف، منتخب من الدوري المغربي وحنفوز بكاس العرب. شيء سهل، والكره المغربيه معروفه. والله يسمح لي نجيب النجوم الكبار مثل الحكيم والاخرين. والله ان شاء الله لو تجيب منتخبك الاساسي والرديف لن تفوز على كبير العرب السعوديه.
اخوانا المغاربه، اليوم المنتخب السعودي راح يحرمكم التاهل. احنا اخترنا عمان، خلاص قررنا احنا عمان تتاهل مع المنتخب السعودي. مع احترامي الشديد المنتخب المغربي راح نحرمكم التاهل للادوار الصعبه. يا مغاربه انا وصلت القطر، يا مغاربه عليك ان تعرف من انت امام السعوديه. يا مغربي انت بالاساسي بالفريق الثاني بالفريق الثالث، لا شيء امامي، لا شيء. في شنبي هذا ما تروح. اليوم خسارتك وخروجك من البطولة بيد السعودي وبأمر السعودي بعد الله.